بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم مع بعض ازاي نرسم شكل ولد، يعني وجهه يكون حزين شوية. هو في البداية أنا ببدأ مثلا بشكل الأنف. عبارة عن شكل كده عملته زي حرف الب مثلا. تمام. وبعد كده عملت يعتبر في الجزء دوت، الجزء اللي على اليمين ده عملت نص دايرة أو دايرة صغيرة كده سودة. تمام، والناحية التانية نفس النظام. بعد كده جيت في الجزء اليمين ده، الجزء اليمين ده عملت برضو نص دايرة ملفوفة كده، نص دايرة ملفوفة. والناحية التانية نفس النظام برضو، نص دايرة ملفوفة. بكده يبقى أنا عملت شكل الأنف بشكل أمامي. تمام، واجي من فوق بين الاتنين، بين الجزء ده والجزء ده ببدأ أعمل مثلا زي خطين كده صغيرين تحت البق على طول، تحت الأنف على طول. ببدأ أعمل شكل البق أو شكل الشفايف. بنزل من تحت الشكل ده، الشكل اللي انا عملته ده، بنزل كده من تحته بالظبط عند النقطة دي. تمام، هنا كده. وبعمل شكل 7 مفتوحة. وبعدين ببدأ انزل بميل كده واسحب ناحية الشمال، والناحية التانية نفس النظام، بميل واسحب ناحية الشمال. ومن تحتيها على طول بعمل الشكل بنفس الدوران اللي فوق، ببدأ اعمله تحت. تمام. بعد كده هاجي عند الدقن، الدقن طبعا من تحت البق بالظبط نفس الشكل ده، واسيب الجزء دوت وابدا اطلع فوق بقى تاني كده من عند المناخير. تمام. شايف الشكل المستطيل اللي انا عملته ده مثلا؟ هبدا اعمل هنا عين، وفي الجزء اللي جوه ده عين تاني. تمام. طيب، الجزء ده كده هعمل شكل العين بشكل بيضاوي، والناحيه التانيه برضو بشكل بيضاوي. وهبدا ارسم نص النن بتاع العين كده، والجزء دوت هيبقى كله لونه اسود، والجزء ده هيتساب هنلونه لون تاني، والناحية التانية برضو نفس النظام، لون اسود. الجزء اللي جوه ده المفروض ان هو بيتلون بدرجة اللون اللي هي بتاعت درجة لون العين، بني او مثلا لون اسود او على حسب يعني. من فوقيها بقى شكل الحاجب اهو، برضو هيتلون لونه اسود. الناحية التانية برضو الحاجب التاني. يبقى احنا جينا بصينا كده مع بعض، هنبص هنلاقي الوش اتعمل منه المناخير والبق والعين في اليمين والعين في الشمال والحاجب، وتحتها الدقن على طول. طيب، هاجي بقى من عند العين اليمين وابدا اعمل شكل الخدود، والناحيه التانية نفس النظام. وبعدين ده جزء من الشعر وده جزء من الشعر، وهنا الودان بتاعتي. تمام. وبعدين ابدا ارسم شكل الشعر. تمام كده. والشكل الشعر من فوق. وبعدين هعمل الرقبة بتاعتي.